أهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. أهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. في هذه الحلقة غنشوفوا زوج فيديوهات. الفيديو الأول يتعلق بإضراب النقل في الجزائر وخروج مسؤول جزائري يتهم المغرب علنا. أما الفيديو الثاني فيتعلق بقناة الهداف التي تعمدت تغطية شعار الشركة المغربية للطيران، أي الخطوط الجوية للمملكة المغربية. ومعلوم أن هذه الشركة من داعمي الكاف، وهي التي مكلفة بنقل المنتخبات المشاركة في الدورة الإفريقية المقامة على أرض المملكة. أولا خليكم تستمعوا الفيديو الأول ديال المسؤول الجزائري. أنا ما نكذبش عليكم، مش دائما عندنا الحق، بصح حنا نحاولوا دائما انه اي حاجه حنا نناقشوها بيناتنا، نفكروا فيها، ما يجيوش يحاولوا يغلطونا بالفيك نيوز وبالصفحات كما قلنا راه يسيروا فيها من الخارج. وقلنا رسميا، يعني نعطيكم رقم رسمي سجلوه عندكم، 27 موقع فرنسي ومن جارة السوق راهم يحاولوا انهم يخلطوا، وراهم يحاولوا انهم ينتهزوا هذا واش راه واقع الان باه يضربوا استقرار الجزائر. احنا ما نسمحوا لهمش، ما يقدرهمش ربي. بصح يا جماعه احنا لازم خدمه، لازم خدمه يا جماعه. وصلوا الميساج. احنا هادو سائقين، احنا خاوتنا، احنا ندافع عليهم. احنا بعد انا سائق. من بعد ما استمعنا هذا الفيديو للمسؤول الجزائري يدعى منذر بودن، الذي قال ما يغلطوكمش، وأن 27 موقع فرنسي ومواقع من الجارة السوء هي التي تساهم في ذلك، وهذا الشيء ميمكنش لنا نخليوه. من خلال روايته هذه أمام المتضررين، من خلال ملامح وجههم نلاحظ أن هؤلاء لم يتقبلوا مثل هذه التفسيرات الواهية والغير مقبولة. وعادة النظام الدكتاتوري أو النظام الاستبدادي ما يستعمل مثل هذه السياسة، خصوصا عند حدوث مشاكل داخلية يحاول تصريفها إلى الخارج وخلق مجموعة من الأعداء الوهميين حتى يطوع الرأي الداخلي ويجعله مستعدا، ويخلق له ذلك الغول الذي يشكل خطر من الخارج حتى يتنازل المواطن عن مطالبه الحقة. وهذه ممارسة معروفة لدى الأنظمة الدكتاتورية واعتمدوها في أكثر من مناسبة. وفي عادة النظام الكبرانات الجزائر دائما ينتهجون نفس الاتجاه، ألا وهو عند وقوع مشاكل داخلية يستعملون المغرب كطوق لنجاة ولتصريف تلك المشاكل. ونحن نعلم أن النظام الجزائري يتخذ من المغرب ذلك العدو الكلاسيكي ويستعمله كلما وقعت أزمة داخلية. لكن المفارقة العجيبة هي أن المغرب عندما يحرص التقدم نجد أن النظام يعتمد مجموعة من الوسائل، ومنها الإعلام في الدرجة الأولى من تقزيم المغرب ومحاولة النبش عن بعض الظواهر السلبية، حتى لا يمكن للرأي الداخلي الجزائري أن يطلع على الإمكانيات وعن تقدم المغرب وأين وصل. وعند حصول مشكل داخلي داخل الجزائر يستعمل المغرب، ولكن بطريقة أخرى مغايرة ونقيضة للطريقة الأولى، يجعلون منه قوة كبيرة وتشكل خطر وتهديد. يعني المواطن ضحية عداء وهمي يستعمله النظام في محاولة لتجاوز المشاكل الداخلية وعدم مناقشة المشاكل وإيجاد حلول لها على أرض الواقع. وهذه السياسة تنهجها الجزائر منذ عدة عقود، بالرغم من أن بعض المواطنين الجزائريين يدركون أن هؤلاء المسؤولين ينتهجون سوى الكذب والبهتان. ولعل الحملة الأخيرة للجزائر وذبابها الإلكتروني تجاه المغرب واتجاه كأس إفريقيا ما هي إلا دلالة على أن النظام الجزائر كان يعد عدته
لإعداد الرأي العام الداخلي وتوجيهه نحو الخارج من خلال هذه الحملة التي تبناها الذباب الإلكتروني الجزائري، بمعنى خلق واحد قاعدة عداء مسبقة حتى يمكن أن يمرروا مثل هذا الخطاب الذي مرره السياسي منذر بودن. وقبل أيام أي البارحة قال مسؤول آخر بإبان إضراب التجار بأن المغرب يحاول تشويش على المنتخب الوطني وهو من وراء هذا الإضراب عوض حل المشكل على المستوى الداخلي. هنا نفهم أن عقيدة النظام الجزائري لا تريد الإصلاح على المستوى الداخلي وتخاف مغبة الغضب الداخلي، فتوجه وتعد الرأي الداخلي نحو أعداء وهميين لا يوجدون في الواقع ويوجدون سوى في فكر نظام الكابرانات واستعمالهم كطوق نجاة كلما حس النظام الجزائري أي الكابرانات بخطر. أما في الفيديو الثاني سنلاحظ أن قناة الهداف ستحاول أن تغطي أجواء نقل المنتخب الجزائري من مدينة الرباط إلى مراكش لخوض المباراة ضد نيجيريا. والغريب في الأمر أن المصور اعتمد زاوية حتى يتجنب تصوير شعار الخطوط الجوية الملكية المغربية، وهذا ينم عن الحقد. ونحن نعلم أن الجزائر منذ 2021 تمنع الطيران، يعني أغلقت المجال الجوي وتمنع الطيران المغربي من المرور من المجال الجزائري. هنا عقدة الكابرانات، وهذه القناة بطبيعة الحال لم تتصرف من تلقاء نفسها وإنما بهاتف قبل المخابرات الجزائرية التي أكدت فيه على عدم أخذ أي صورة لشعار طيران المغربي. بطبيعة الحال أن هذه القناة أي قناة الهداف لم تتصرف من تلقاء نفسها وإنما بأوامر من نظام استخبارات الكابرانات، حيث أكدوا لهم اعتماد زاوية حتى لا يظهر شعار الخطوط الملكية المغربية، وهذا دليل على عقدة المغرب لنظام الكابرانات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.